اخوك وحش وما يتعاشرش، واخوك فيه وفيه، اخوك بيكره لنا الخير، اخوك بيحسدنا، اخوك بيبص لعيالي، اخوك مش طايقني، اخوك مش حاططني في دماغه، بيبص لي في الراحه والجايه، مستكتر العيشه اللي احنا عايشينها، اخوك مش عاجبه العيشه، اخوك بيحسدنا على اللقمه اللي احنا بناكلها، اخوك بيتمنى لنا زوال النعمه، اخوك وحش، اخوك مش عارف ايه. اه وانت قاعد كده، انت قاعد، اه وانت قاعد، عندك حق الصراحه، لا انت بتتكلمي صح، اخويا ده اخويا وحش، ده اخويا مش عارف ايه. بس هو اخويا وحش من الاول ولا وحش لما خدتك؟ يعني اخويا ابن امه وابويا اللي عايش معاه سنين عمري وجايبينها من تحت لتحت، وكبرنا مع بعض وعجزنا مع بعض، وكل واحد شاف طريقه، بقي مرة واحدة وحش ولا في ايه؟ لا ما هو اخوك وحش. انت حاطه اخويا في دماغك ليه؟ يعني الواحدة الست بتحط اخو الزوج او اهل الزوج في خانة على طول، اللي ايه؟ اذبح القط، اذبح لهم القط، اذبح القط عشان انت فاهم ما خيرنا لينا ومحدش مالي عينينا، محدش يبص، محدش يعمل، اوعى تدي امك، اوعى اخوك. ايه ده؟ الراجل اللي هو شبيه الراجل، يعني شبه الرجال، اللي هو يمشي ولا مراته عشان يعادي اهله او يعادي اخوه او يعادي اخواته، ما يبقاش راجل، ما يبقاش راجل. ليه؟ الست في السوق، الست في السوبر ماركت، الست يوم ما تعمل معاها حاجة خلعوه وقيموه ووديك محكموه واحبسوه وطلع عين اهله، دي الست. لكن اخوك، امك، ابوك، مهما تعمل ما يتمناش ليك الشر. ما هو لو الاخ اتمنى ليك الشر ما يبقاش اخ. هتيجي تقول لي ما اول جريمه حصلت هابيل وقابيل قتل اخوه، ماشي، دي اول جريمه انا معاك، مفيش مشكله، بس دي حاجه شواذ قاعده. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه في كتابه العزيز؟ يوم يفر المرء من اخيه. يا سلام، انا ما شفتش يعني حاجه يعني ايه، يعني متبروزه كده. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، يعني قدم الاخ عن الام وعن الاب. طبعا الام والاب دول في مكانه تانية، بس اخوك قال لسيدنا موسى سنشد عضك بايه، مش حافظ قوي عشان ما تدخلنيش في موال، يعني هنشد عضك بما معنى الكلمه باخيك. اخيك لو انت خسرت اخيك او خسرت اخوك، ابشرك يبقى انت خسرت كل حاجه، يبقى انت خسرت كل حاجه، واخد لي بالك انت؟ يبقى خسرت كل حاجه لو انت خسرت اخوك. اخوك له حق عليك، اخوك له حق. لا اصل ماليش ورث عندي، مالوش ورث، ما كل واحد اخوك له حق عليك. اخوك طول ما هو تعبان وانت معاك، مراته وحشه، مش هينفع، مراته وحشه، عياله وحشين. اخوك لو تعبان في عيشته وانت مرتاح، والله هتتحاسب، والله هتتحاسب وربنا هيحاسبك. في حاجه اسمها حق الاخوه، زي حق الجيره، زي حق المسلمين، زي حق المؤمنين، كلنا لينا حقوق على بعض. لكن احنا انا مالي دي فلوس وانا تعبان فيها، ايه ده مالي؟ اكتب فلوسك ياض لبناتك ياض، احسن اخواتك يورثوا فيها ياض. ايه ده؟ ما يورثوا، ما انا هورث لعيالي عمامهم عشان هم اللي هيخلي بالهم منهم. لكن انا هعمل عداوه واروح حارم عمامهم، خلاص انت كده قطعت عيالك من شجره، خلاص بقى، يلا بقى
انت تقول لعمامك دول اصلا اخواتك اللي هم ملزومين بعيالك، ده الطبيعي. لو حصل لك حاجه اخوك هو اللي يشيلك. مش هطول عليك عشان الفيديو ما يطولش ويبقى ماسخ. اخوك ثم اخوك ثم اخوك. مراتك يا تقول لك انا اخويا، لا اخويا، اخويا مع السلامه يا خلعون.